يا صباح الفل عليك. اسمحوا لي في البداية بنقدم خالص العزاء في ضحايا ليبيا الشقيقة والضحايا المصريين. عايز كمان أوجه التحية والتقدير لأهل المغرب. تحية مش عزاء، لأن مصابهم والله مصابنا. تحية للمغاربة اللي واقفين جنب أهلهم في كل مكان اتضرر مع الزلزال. شفت وسمعت ناس من الشمال المغربي زي مدينة تطوان والحسيمة سافروا المسافة دي كلها عشان يساعدوا اخواتهم ويقدموا لهم كل الدعم. قد ايه شعب المغرب شعب واعي، واقف مع بلده في محنتها، وقد ايه الناس دي واقفة وقاعدة طوابير عشان يتبرعوا بالدم. واكيد شفتوا جلالة الملك وهو بين المصابين وبيتبرع بالدم. ندخل بقى في موضوعنا. شفت فيديو وتقرير إخباري عن مصر، أنا هلخصه لك في دقيقة وانت ادخل على الرابط وشوف بنفسك. وبالمناسبة الفيديو مترجم، ويا ريت بلاش شتيمة في التعليقات، أنا عمري ما طلعت شتمت حد. اختلف معايا بدماغك مش بلسانك. الفيديو ده أقل ما يتقال عليه شكرا لحسن تعاونكم. مكتوب على الشاشة 7 بافلز. 7 بافلز عارفين يعني ايه؟ يعني السبع الخطوط الحمراء، السبع حواجز. التقرير الإخباري ده بيقول إن مصر بالفعل بقت الجمهورية الجديدة، والمطلوب إن السيسي ما يستمرش. دي رغبة بعض الدول، للأسف في بعضها عربية والبعض دول غربية. كان أولها باختصار تطوير قدرات الجيش المصري وتكنولوجيا التصنيع اللي أصبح يمتلك قوة بعيدة المدى. ثانيا المشاريع الاقتصادية وسيطرة مصر على منتدى الغاز المتوسط. اسمحوا لي هقولهم كده ورا بعض بدون واحد اتنين تلاتة. حط لحضرتك الرابط، ادخل واسمع بنفسك. خطط مصر لربط الكهرباء بآسيا وأوروبا وإفريقيا. تعمير سيناء. ضيف على كده تحقيق قدر كبير جدا من الاكتفاء في الدواء والغذاء والمشاريع الزراعية المنتشرة في كل مكان. أخيرا سابعا اتباع سياسة الخروج من العباءة الغربية، وإن مصر ستصبح قطب في حد ذاته بعيد عن أي استقطاب. الراجل بيختم كلامه وبيقول إن ده مشروع استقلال لمصر بوجود السيسي. عرفتوا قد إيه وليه أنا قلت على شعب المغرب شعب واعي؟ تحياتي ليكم.